قيد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضاعف ب1000 صلاة في مساجد غيرها، هل قراءة القرآن وأعمال البر كذلك وإلا؟ الحديث في الصلاة فقط، ومن أهل العلم من قال أنه يقاس عليها الصيام وقراءة القرآن والصدقات وغيرها من الأعمال، لكن لا نص في ذلك، وإنما هي مفاهيم لأهل العلم. حسنا، تفضل. إذا القلب ما كان خاشع في الصلاة، هل ينقص الأجر أم نفسه؟ الصلاة إذا لا ما تكلموش مع بعض، تكلموا معايا أما خلص الكلام مع بعض. أين الصلاة إذا كانت تمت الشروط، تمت إيه؟ شروط والأركان والواجبات والسنن، فهي صلاة صحيحة. أما إذا نقص الخشوع فينقص الأجر، ولكن تصح الصلاة. هناك فرق بين صحة الصلاة وتمام الأجر، والله أعلم. تفضل. الواحد كيف يزيد الخشوع في الصلاة إذا صوت الإمام ما هو كويس ولا؟ بارك الله فيك. يبحث عن إمام ذو صوت لذيذ شجي، لأن أبا موسى الأشعري صحابي جليل رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ومعنى التغني بالقرآن يعني إخراج الحرف من مخرجه حتى تعطيه حقه ومستحقه، وتضبط الضمة والفتحة والكسرة والسكون والشدة، وتكون مجيدا للوقف والابتداء وأحكام التجويد من غنة وإخفاء وإقلاب ومد وما كان على شاكلة ذلك مما تعرف من أحكام التجويد. فهذا يكون تغني بالقرآن. وتبحث عن إمام ذو صوت لذيذ وقراءة طيبة وعقيدة صالحة.